دي صينية سمك فيليه في الفرن بالخضار ودبس الرمان. سهلة جدا وسريعة ومن الأفكار المش تقليدية للسمك الفيليه. تعالوا بقى نعملها مع بعض. أول حاجة هنبدأ بيها تتبيلة السمك. في الكبة هنفرم 5 فصوص توم وشوية من الكزبرة الفريش وتوابل ملح وكمون وكزبرة ناشفة، بس مش محتاجين توابل كتير. هنحط معلقة صغيرة من التوابل دي وحوالي عصير ليمونتين كاملين ورشة زيت زيتون بسيطة، ونضرب بقى الكلام ده كله كده في الكبة. التتبيلة دي لحوالي كيلو من السمك الفيليه. لو هتعملوا نص كيلو بنقلل كمية التوم والتوابل اللي انتوا هتحطوها. هنسيب السمك بقى في التتبيلة مش أقل من ساعة. في طاسة بقى على جنب هنحط شوية زيت وننزل بيه بصلاية كبيرة متقطعة جوليان. هنشوح البصلاية دي لحد ما تصفر، هو اكتر من شوية ان هي تصفر لحد ما تقرب لمرحلة ان هي قربت تتكرمل. عايزينها توصل للون اللي في الفيديو ده. هنكون محضرين بقى اي خضار عندكم بتحبوه. انا حطيت فلفل الوان وجزر، ممكن تزودوا مشروم، ممكن اي نوع تاني خضار. هنحط الخضار مع البصل ونشوح الخضار لمدة دقيقتين كده لحد ما الخضار يبدأ يدبل وينزل المية اللي فيه. بعد بقى ما شوحنا الخضار هنكون محضرين طماطمايه مقطعينها قطع صغيره، هننزل بيها على الخضار دقيقتين بس كده تقليب. احنا بنحط الطماطم في الاخر عشان ما تنزلش ميتها في الاول وتخلي الخضار ما يتشوحش كويس. وننزل بقى بمعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم اللي هو معجون الطماطم، ومعلقتين ل3 معالق كبار من دبس الرمان. مش قادره اقول لكم، دبس الرمان مع السمك الفيليه الميكس ده بيبقى طعمه وهمي. هنزود بقى شوية مية صغيرين وتوابل ملح وبابريكا وفلفل أسمر. ممكن تزودوا هنا كمان كمون وكزبرة، بس كده كده السمك فيه الكمون والكزبرة. هنسيب الخضار كده لمدة 3 دقايق مع المية وبعدين نطفي عليه. احنا بس بنحاول نسوي الخضار على قد ما نقدر في الأول شوية، لأن السمك الفيليه لما يتحط مع الخضار في الفرن مش بيحتاج تسوية كتيرة ومش عايزين السمك يتهري. صينية بقى يكون حجمها كده مناسب ومفرودة، نرص الخضار وفوقيه السمك الفيليه. التتبيلة بقى اللي كانت في السمك ما ترموهاش، صفوها كده وخدوا التفل بتاعها ادهنوا بيه او حطوها فوق السمك الفيليه. ده بيدي لون حلو قوي لما السمك في الاخر كده يتولع عليه الشوايه، بتدي طبعا لون وكمان طعم رهيب. جبت كمان طماطمايه قطعتها شرايح كده وحطيتها على الوش، وكمان ليمونايه قطعتها شرايح وبرده على وش السمك. الليمون ده في الاخر لما السمك بيستوي بيبقى طعمه حلو جدا، بيتاكل لوحده كده، يعني مش قادره اقول لكم بالعيش بيبقى خطير. التتبيله بقى بتاعت السمك اللي انا صفيتها الصراحه استخسرت ارميها فحطيتها على الوش في الاخر، بس دي خطوه مش اساسيه. وبعدين ادوا كده رشه زيت زيتون وغطوا صينيه السمك دي بورق فويل. دخلوها بقى الفرن من 15 ل 20 دقيقه، وبعدين شيلوا ورق الفويل تاخد كده لون من الوش، والسمك والليمون يتحروق كده شويه. ومش قادره اقول لكم على طعمها عامل ازاي بالعيش او بالرز الابيض، بجد رهيبه.